الاهلي يكتسح فاركو برباعيه في تاني جولات الدوري المصري. اول حاجه عايز ابدا بيها وهي التحكيم، بما اننا لسه في اول الدوري ولسه اللي جاي كتير. كابتن محمود معروف حكم ماتش الاهلي وفاركو، الزملكاوي المعروف وكان معاه على الفار كابتن وائل فرحان. يا كابتن هو مش جول فاركو ده المفروض يتلغي؟ ايد اللاعب باينه هي اللي رايحه للكوره، يعني اللاعب متعمد هو اللي يروح بايده للكوره، ولو واحد قال ان الكره دي جايه من جسم اللاعب لايده فالمفروض تعدي. هقول لك لا، القانون الجديد بيقول لك ان ايد اللاعب لو ساعدته في تسجيل هدف فالهدف ده غير شرعي والمفروض الكره تتلغي. ونفس القانون بيقول لك ان لو اللاعب تعمد يودي ايده ناحيه الكوره فالكره لازم تتحسب لمسه يد، فكده هدف فاركو اللي دخل في الاهلي المفروض ما يتحسبش. وحكم الفار اللي شافها وعداها وما قالش حاجه، ولا حتى قال لكابتن محمود معروف تعالى بص على الكوره يمكن تطلع فيها حاجه. فانت لو هتقول لي انت متضايق انت كسبان 4 وفريقك عامل اداء وزيزو جايب جولين والدنيا تمام، اقول لك انا بتكلم على العداله التحكيميه. لان كابتن محمود معروف الزملكاوي اللي انا عمري ما انسى له اللقطه اللي انتوا شايفينها دي، كابتن محمود معروف اللي في ماتش الزمالك كان ما شاء الله الراجل هو اللي بيجامب عايز يحط الكوره، الراجل متحمس عايز يلعب الكوره بدماغه ويخش يسجل هو هدف للزمالك. فاللقطه دي انا عمري ما هنساها كده الكابتن محمود معروف، والراجل معروف فعلا ان هو زملكاوي. وبالكلام عن العداله التحكيميه يبقى نرجع كده لاول ماتش للزمالك في الدوري قدام سيراميكا. في الكوره دي بنشوف فخر اللقاي بيعمل تدخل عنيف على الونش وكابتن محمود البنا بيديله انذار. تمام لحد كده تمام، بس ليه بقى في نفس الكوره ودونجا بيعمل التدخل ده على لاعب سيراميكا وكابتن محمود البنا قدام الكوره وشايفها 100% وقريب جدا ما بيدلوش انذار؟ الكوره فيها انذار 100%، بس كابتن محمود البنا بيعمل نفسه مش شايف حاجه وما بيحسبهاش علشان دونجا عنده انذار، فكده كان هيبقى طرد لدونجا. بس كابتن محمود البنا قال لك كده الزمالك هيلعب ناقص واحد والدنيا هتتعارب والزمالك اصلا متعادل وجماهير الزمالك هتضغط عليها في السوشيال ميديا وهيقطعوني في قناه النادي، فاحنا لازم نمشي الدنيا عشان الزمالك يكسب. ده احنا لسه في اول الدوري وبنشوف كوارث في التحكيم وشايفين الدنيا ماشيه، ما لما المنافسه تشد شويه ويبقى في تنافس هنعمل ايه؟ نيجي بقى ماتش الاهلي وفاركو عشان نشوف اهلي ريبيرو قدام فاركو عمل ايه، لان اهلي ريبيرو قدام فاركو حاجه واهلي ريبيرو قدام مودرن سبورت حاجه ثانيه خالص. اول حاجه بس قبل ما نتكلم في التشكيله اللي ريبيرو اختارها والتحليل والتكتكس عن الماتش، ايه يا كابتن زيزو الجمال والحلاوه دي؟ اسيستين وجولين في ماتشين، واجمد حاجه في الموضوع ده كله ان كل ده ببلاش. انا لو عليا اسيب اسطوره نادي الزمالك كده اللي احنا دخلنا اخدناه من قلب ناديهم ببلاش طول الحلقه، بس مش هينفع للاسف عشان نتكلم في التفاصيل. ريبيرو تخلى عن فكره اللي بدا بيه في اول ماتشاته قدام مودرن سبورت ان هو يلعب باحمد رضا وقفشه، حط مكانهم ديانج وبن شرقي. ريبيرو بدا الماتش بال4-3-3 المعتاده بتاعته، ديانج رقم 6 وزيزو وبن رمضان هم اللي 8 واشرف بن شرقي هو اللي راح جناح شمال وتريزيجيه راح جناح يمين. بس الخطه دي كانت بتتحول واحنا معانا الكوره ل 2-3-2-3. هتقول لي ايه الخطه الغريبه دي؟ هقول لك ان هو كان بيلعب باشرف داري وياسين مرعي الاثنين ثابتين في قلوب الدفاع، في نص الملعب قدامهم ديانج رقم 6 وكريم فؤاد ومحمد هاني، والاثنين اللي قدامهم هو زيزو وبن رمضان، والثلاثه اللي قدام تريزيجيه واشرف بن شرقي ومحمد شريف، مع خروج قفشه الراجل اللي احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت ان هو بيقتل سرعه الريتم في الملعب، وده ما ينفعش تعمله قدام فرقه بتعمل لو بلوك وبتعمل تكتل دفاعي وبترجع تركن الاتوبيس ورا. لان لما بتنقل الكره بعرض الملعب كتير وبتخلي رتم اللعب بتاعك والسرعه بتاعته بطيئه، ده بيخلي الفريق اللي قدامك عارف يظبط الخطوط بتاعته وعمال يرحل مع كل لاعب. لكن لما شفنا زيزو اللي بيعمل الدور ده، الراجل اللي عنده رتم اللعب اسرع من قفشه، وبقينا نعمل باصات بشكل اسرع وبالتالي ده بيعمل خلل في دفاع الخصم، فبدات تظهر مساحات وبالتالي الاهلي بدا يستغل المساحات دي. الاهلي كان بيعتمد على المثلثات اللي هو عاملها في كل جنب من الملعب، الناحيه الشمال كان فيها كريم فؤاد وبن رمضان واشرف بن شرقي، والناحيه اللي على اليمين كان فيها زيزو ومحمد هاني وتريزيجيه. وبعد ما بتعمل المثلثات دي وتيجي تعمل عرضيه لازم يكون في 3 على الاقل في منطقه جزاء الخصم، والثلاثه اللي في منطقه الجزاء كانوا بيختلفوا على حسب انت بتعمل عرضيه من انهي ناحيه. لو انت بتلعب العرضيه مثلا من ناحيه الشمال بيكون موجود بشكل اساسي محمد شريف، والجناح الثاني اللي في الناحيه الثانيه اللي هو تريزيجيه وبيدخل معاهم زيزو. ولو بتعمل عرضيه من ناحيه اليمين فبيكون محمد علي بن رمضان واشرف بن شرقي هم اللي مع محمد شريف. يعني في هدف زيزو الاول انت بتجمع لعب ناحيه الشمال وزيزو بيجي من العمق وشه للجول بدون رقابه تماما، بتعمل له الباك باص وزيزو بيحطها. وفي الهدف الثاني نفس الفكره بالظبط، اشرف بن شرقي بيروح على الطرف وبيعمل الباك باص لزيزو، الراجل اللي جاي من العمق بدون رقابه تماما وبيقدر يسجل الهدف الثاني. لسه اكتر حاجه بتقلقني واكتر حاجه مخوفاني زي ما قلت في الحلقات اللي قبل كده شكل الاهلي بدون كوره، لان شكل الاهلي في ارض الملعب وحش قوي بدون كوره. لان باختلاف الفرق اللي لعبناها وباختلاف الكواليتي بتاع كل فرقه وباختلاف العناصر اللي موجوده فيها، كانت كل الفرق تقريبا بتقدر تتدرج بالكوره لحد الثلث الاخير من ملعب الاهلي بمنتهى السهوله. ودي حاجه ريبيرو لازم يطورها في فرقه الاهلي زي ما طور شكل الاهلي وهو معاه الكوره، لان اول الكوره ما بتتقطع من لعيبه الاهلي بيبقى عندنا بطء كتير قوي في الارتداد، وبتلاقي في عشوائيه في الارتداد لان انت مش عارف لسه اللعيبه دي هترجع تدافع كمنظومه ولا هتعمل ضغط عكسي بسرعه عشان نستخلص الكوره
الكوره في اسرع وقت. طالما بنتكلم في الضغط العكسي واستخلاص الكوره فاحنا لازم نجيب سيره ديانج، لان ريبيرو فهم تقريبا ان كل فرق الدوري باستثناء الزمالك وبيراميدز هترجع تدافع قدامك، حتى لو دخل فيهم هدف واثنين برضه هيفضلوا متكتلين ورا. فوجود ديانج في نص ملعب الاهلي كان بيخلي الكوره اول ما تخطف منك الراجل بيحاول يعمل استخلاص للكوره باسرع وقت ممكن وبيرجع لك الكوره تاني. فوجود ديانج في نص ملعب النادي الاهلي شيء اساسي من وجهه نظري، لان زي ما قلت احنا عندنا مشاكل في الضغط والضغط العكسي ولسه ما فيش منظومه دفاعيه بنرجع ندافع بيها، فانت محتاج لاعب زي ديانج يستخلص الكوره باسرع وقت. ولازم ريبيرو يركز في الكرات الثابته اللي بتبقى على الاهلي، لان احنا عندنا فيها مشكله كبيره جدا وهي في التمركز والرقابه. ده كله هيتحل لما ريبيرو يبدا يركز ويعمل منظومه دفاعيه زي ما بدا يعمل منظومه هجوميه. فلو عايز كلمه تلخص فيها فرقه الاهلي دلوقتي فهو فريق جيد جدا بالكوره، سيء جدا بدون كوره. نيجي بقى لماتش الزمالك اللي خلص 0-0 مع المقاولين العرب. شفنا صفقات الزمالك اللي محدش فيهم تقريبا عمل اي حاجه باستثناء خوان الفينا الواد البرازيلي ده اللي شكله هيبقى مقلق بصراحه. ومن وجهه نظري لحد دلوقتي الزمالك سيء قوي بصراحه، وانت مش شايف حاجه ملموسه للمدرب لحد دلوقتي. ده الزمالك مع ايمن الرمادي وجوميز كان ليهم شكل في الملعب اكتر من كده، وكمان من غير ال10 صفقات اللي جابوهم. ده بعيدا كمان عن شيكو بنزا اللي استبعدوه من ماتش المقاولين عشان عامل مشاكل في اوضه اللبس. فانا شايف من وجهه نظري ان فرقه الزمالك لحد دلوقتي مش احسن حاجه، والصفقات اللي جابوهم كلهم مش شايف ان هم فارقين قوي عن اللي موجودين دلوقتي، باستثناء زي ما قلنا خوان الفينا اللاعب البرازيلي. الراجل نزل تقريبا نص ساعه عمل قلق وشاط كوره خطيره على الجول، والراجل بصراحه بيدريبل بالكوره حلو قوي. وبالكلام عن الزمالك انا ما اعرفش بصراحه هم في ماتش سيراميكا راحوا كلهم احتفلوا مع الجمهور بالطريقه دي ليه، وراحوا يحيوا الجمهور. انا قلت الزمالك كسب بطوله او خلص الدوري من اول ماتش. نيجي بقى لبيراميدز اللي هو تقريبا فاكر ان هو لسه بطل افريقيا وعايش بيحتفل عليها لحد دلوقتي. بيراميدز بيتعادل في اول ماتش مع وادي دجله 0-0، وبعدها بيكسب الاسماعيلي 1-0 بالعافيه. فاحنا لحد دلوقتي ما شفناش اي اداء مقنع من بيراميدز. يعني في ماتش وادي دجله انا تقريبا كنت شايف ان اكتر حاجه اثرت عليهم في الماتش ده انهم كانوا عاملين احتفال الفوز بافريقيا قبل الماتش ده باربع ايام. لو انت لسه بتحتفل بافريقيا قبل الدوري باربع ايام، انت كنت فين من ساعه ما خدت افريقيا؟ والصفقه اللي جابوها مكان ابراهيم عادل في الجناح الشمال اللي هو ايفرتون ما شفناش منه اي خطوره لحد دلوقتي، وما شفناش منه اداء مقنع. الراجل لحد دلوقتي في الماتشين بيتبدل تقريبا في الدقيقه 60، واتمنى ان شاء الله من كل قلبي ان ايفرتون ده ما يعملش حاجه مع بيراميدز ولا صفقات الزمالك دول يعملوا حاجه. نيجي بقى لمتصدر الدوري لحد دلوقتي وهو المصري مع المدرب الجديد بتاعهم المخضرم نبيل الكوكي عاملين اداء لحد دلوقتي ولا اروع. قدروا يكسبوا الاتحاد السكندري 3-1 وطلائع الجيش 3-0. الماتش الجاي للمصري ماتش صعب جدا وهو ماتش بيراميدز. نتمنى عدم التوفيق للفرقتين. وبس كده ده اللي كان عندي النهارده، وان شاء الله اخر الاسبوع هنعمل حلقه عن ماتشات اوروبا. وبس كده كان معاكم ابراهيم حسن.